السيدة اللي كتشوفوا في الشاشة هي الشيطان في صفة إنسان. الحلقة اليوم مثيرة وصادمة، كنصح المتتبعين اللي صحاب القلوب الضعيفة بلا ما تفرجوا فيها، ولكن العشاق ديال الجرائم ولا الوقائع المثيرة الحلقة اختصها لكم. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي اشترك، ما شاء الله ديما يطلع لك الجديد. دعمنا بجيم، بارطاجي مع الأصدقاء ديالك وأثنى الرأي ديالك. بسم الله. القصة ديال اليوم كنبداوها من مصر، وبالضبط في محافظة سوهاج. هاد المحافظة أشكال ديال قرية ولا بادية، كاينة فيها هاد البنت اللي سميتها صبر جمال، ساكنة مع الزوج ديالها في الدار ديالو. عندها معاه 3 ديال الوليدات، بدر، محمد وإيمان. الزوج ديالها اللي هو الاسم ديالو عبد النبي، كانت العلاقة ديالهم شوية متوترة، ولكن اللي خلاها تزيد توتر كتر من المنظور ديال صبر بانه كانت الشخصيه ديالو ضعيفه بزاف، وكان يعني بزاف شي مرض، وحتى الجسم ديالو كان نحيف. من بين هاد الاشياء اللي كانت كتوقع لها مشاكل معاه بزاف، واخا ولدت معاه 3 ديال الوليدات، ولكن مع ذلك بقاو المشاكل كثيره. الام ديال عبد النبي ما بغاش هاد الحال ديال ولدها، ونسيت ما قلت لكم بانه عبد النبي ومرته ووليداتو ساكنين في الدار ديال العائله، ساكنه فيها عجوزتها وشيخها وخو راجلها وتا هو مجوج. وفغض هاد المشاكل اللي كاينين، كاين زاد مشاكل اخرى اللي هي عايشه فيها هاد الصبر مع الاسره ديال عبد النبي، اللي كتكون الام ديالو والاب ديالو والاخ ديال الزوج ديالها والزوجه ديالو. ولكن كبرت المشاكل ما بين صبر وعبد النبي، وكان عبد النبي تيصبر بزاف لانه ما عنده ما يدير، 3 الوليدات ما عنده ما يدير من غير الصبر. ولكن الام ديالو كانت تلاحظ داك الضغط ديال صبر على ولد ديالها، يعني كتنهرو ما كتصنتليش، كدور فيه بزاف، ولكن ما عنده ما يدير. من بعد صبر ما عجبهاش الحال، قررت بان دير واحد الفعله اللي غتصدمكم. وهنا غادي تبدا القصه ديالنا الحقيقيه. صبر كتربط علاقه مع شيخه اللي هو الاب ديال عبد النبي، ولكن غتقول لي كيفاش بدات. صبر هنايا بدات تقرب من الشيخ ديالها، تصرفات، حركات، كلمات، نظرات. هنا الشيخ ديالها غادي يطيح في الفخ، وغادي يوقع اللي ما جاوكم في الحسبان. غتربط علاقه مع الشيخ ديالها، وغتبقى العلاقه اكثر من عام، والتوع ما تيساق لهم اخبار، لا عبد النبي، لا الام ديال عبد النبي ولا خو عبد النبي، يعني التوع ما غيساقوا اخبار. والغريب بانهم عايشين في دار وحده. بقات على هذا الحال. صبر ما قداش هادشي، قررت بانه اتجه لخوه اللي كبر منه، اللي كان عنده شخصيه كبيره وشخصيه متميزه عليه. كتشوف التصرفات ديالو في الدار، الاقوال ديالو، كيفاش كيتحكم في الدار، يعني بان لي هذاك البروفيل ديال الانسان اللي مزيان. هنا بقات كتخرب حتى من خو عبد النبي، وخلقات المشاكل لخوه مع المراه ديالو، وادى هاد المشاكل للطلاق. يعني قدرات بانها تطلق خرج لها مع مرته، وفعلا وقع الطلاق. هنا صابر غتبدا تقرب لخويا عبد النبي، قربت منه بزاف، نفس الحركات، نفس التصرفات. يعني اي فرصه جاتها كتقرب منه، اي حاجه بغات توجدها ليه. وفعلا قدرت ترد معه حتى هو علاقه، وقدرت انها يطيح في الفخ ديالها او في الحب ديالها. هنا الام ديال عبد النبي والام حتى ديال خويا عبد النبي اللي هو غادي يولي العشيق ديال صبر، غتلاحظ بانه شي حاجه ماشي هي هذيك، بان ولدها ولا كيجي دغيا من الخدمه، ولا كيبقاش يمشي بزاف للخدمه، ولا تيجلس في الدار بزاف. لاحظت بان صبر وقت ما لقات شي وقيته خاويه كتطلع عندهم من الفوق، بقات عاسه عليهم. بعض النهار ولات شدهم، كيف تنقولوا حنايا شدتهم متلبسين. عياهم ما نكرو عليها ما نكرو، ولكن عرفات بانها ديال الحقيقه. ولكن ديك الساعه ما قدرت دير والو، دازت شي يومين وتمشي عند عبد النبي، قلت شوف وليدي، هاديك البنت ولا ديك المراه اللي عندك راه ما صالحاش ليك. ولكن هو ما خداش بعين الاعتبار،
قال يمكن امي ما كتحملش ليا مرتي ولا العكس، ولكن ما عطاش الاهميه. من بعد صبر، ما غيقداش هادشي، غتبقى معاه في المشاكل وغتزيد معاه في المشاكل. واحد النهار عند النبي قرر بانه يصيفط لدارو، قال لها جميع الحوايج غنصيفط لداركم واحد السيمانه وغادي تعاودي ترجعي. فهاديك الوقيته الشيطان غادي يوسوس للصبر وغادي يقول لها بانه خاصها تقتل عبد النبي. مشات شدات واحد الحبل وخباتو، خلات ولادها عند دار عكوزتها ومشات معاه. هي غاديه وياه، فتعلات واحد المشكل، قالت ليه انت درتي، انت فعلتي، انت درتي، وتخاصم هي وياه بالحكم بان عبد النبي كان ضعيف شويه، قدرت تحكم عليه. شدات واحد الطرف ديال العود وهي تضرب، فاش ضرباتو هو غيب هذيك تفات ليه يديه مع رجليه. وتما في مصر كاين بزاف كيف تنقولوا حنايا هنايا زرابه او قنوات ديال المياه لاحتو تما ومشات لدارهم عادي. شي 3 ايام هذاك عبد النبي غيخرج في واحد الدوار اخر مع داك المجرى ديال الماء، خرج في واحد الدوار اخر. عيطوا للشرطه، خبروهم بانهم لقاو هذاك السيد. علموا الناس اللي اي واحد مختفي ليه شي شخص فعلا كيجيب بات عبد النبي وخوه تيجيو ديك القريه. ولكن مع الاسف والمثير بانهم قالوا حنا هاد السيد ما كنعرفوش. علاش؟ كل واحد فيهم خاف ليه يكون المشكل ويتفضحوا. والغريب بان البات والولد راه ما عارف ان الاخر مع صبر والاخر تا هو راه مع صبر، ولكن الام حاسه بان ذات الموت ديال عبد النبي عندها علاقه بمرته. وفعلا جات مرته، مشاو عندها الدار او الشرطه ديال مصر، قالت لهم انا منين جا راجل جا حطني في دارنا مابقيتش عاود شفتو، حتى قلتو لي نتوما لقيتوه ميت. هنا الاخ ديال عبد النبي كيقول لامو وخاصك تجيبي صبر، راه الدراري بغاو امهم راه هادي. ولكن خو عبد النبي ما كانش الهدف ديالو بانه ترجع صبر لوليداتها، الهدف ديالو عرفتوه وعرفتو. ولكن الام بقات حاسه بان داك الموت ماشي عاجل، ولكن قررت بانها ترد صبر. فصدتها بقى الحال هو الحال، كتخرج هي كتطلع صبر عند خو راجلها. هنا قررت الام دير شي حاجه، ولكن صبر حسات بها. واحد النهار مع الفجر ناض العكوزه ديال صبر، ناض يعني كتنقولوا حنايا الكوري ديال البهايم، جاتها من اللور، زاد واحد الهرواده وهي ضربها بها، ضربتها مات في البلاصه. رجعات صبر لبيتها بحال حتى حاجه ما كاين. الصباح غتكتشف الجثه، غيجيو البوليس، غيجيب بان شي حاجه ماشي هي هادي. كيفاش؟ واش شي سرقه ولا واش البهايم دخلت في وسطهم وضربوها ولا؟ ولكن شاكين في شي حاجه. هنا غادي يرجعوا للبات ديال عبد النبي، سولوه ما عطاهم حتى شي حاجه، قال لهم بان حنا كنعيشوا حياه عاديه ما كاين حتى شي حاجه. عيطوا لصبا حتى هي قالت لهم راه ما كاين حتى شي حاجه. عيطوا لولدها الكبير حتى هو ما فادهم حتى شي حاجه. ولكن الروح عزيزه عند الله، غتبان واحد السيده اللي هي صديقه ديال عكوز الصبر، كتعاود ليها كلشي، عاودت لها من الاول حتى الاخر، بما فيه القتل ديال عبد النبي، بما فيه بان العلاقه ديال صبر مع ولدها. ولكن العلاقه ديال الاب مع صبر ما بانش، ولكن غنرجع لكم انت غادي تبان. هنا هذيك السيده قررت تمشي عند الدارات ولا عند الشرطه، غتعلمهم جميع المعطيات. هنا غادي يعيطوا لصبر وغادي يبداو مع التحقيقات. في الاول نكرات، ولكن كي تيقولوا التحقيق في التصريفات، زوروها مزيان وقرات لهم بكلشي، وعاودت لهم بانه هي صفتها لعبد النبي وهي صفتها لعكوزتها. النهايه مثيره. هنا باش غادي نديرو هاد الحاجه بانه الانسان ما يثيقش، سيرتو بحال هاد الحالات، وصعيب بانه يوقع لك بحال هادشي في وسط الدار. هنا غادي نعرفوا بانه الشيطان ملي كيدير يتيم على الانسان الكارثه كتوقع. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه، والهدف ديالي هو الاستفاده، ماشي نعاود لكم يعني جريمه ولا نعاود لكم مثلا شي قصه وصافي. شوفوا شو استفدنا منها والعبر اللي خدينا منها. شكرا لكم على التتبع ديالكم، وتحياتي لكم واحد وشكرا لكم والى اللقاء.